everyone. السلام عليكم. كيف الحال يا حلوين؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عندنا كلمة did وهاف، حنشرح الفروقات ما بين هذه الكلمتين ونفصفصهم من وإلى. جاهزين؟ أوكي، اربطوا الأحزمة، يلا go. have يستخدم هذا كفعل رئيسي بمعنى يمتلك أو يحصل، يعني هذا الاستخدام الأول. كلمة have الاستخدام الأول هو يمتلك أو يحصل على. اوكي، ناخذ مثال. I have a car. I have a car. انا لدي سيارة او امتلك سيارة. خلصنا من الاستخدام الاول، والاستخدام هذا كلكم عارفينه، يعني اخذينه في المتوسط. خش على اللي بعده. يستخدم كفعل مساعد في الازمنة التامة، مثل present perfect او past perfect. طيب عندنا الان في القواعد في النحو اللي هو بالانجليزي يسمونه grammar، يستخدم او هذه الكلمة اللي هي have تستخدم في الجرامر. حلو، يستخدم في الجرامر في ال present perfect وال past perfect كفعل مساعد، وبالانجليزي يسمونه auxiliary verb. اوكي، طيب ناخذ مثال. she has a meeting، او هذا الاستخدام الاول، عفوا. she has a meeting at 10. لديها اجتماع عند الساعة 10. طيب نروح اللي بعده. I have seen that movie before. I have seen that movie before. فاستخدم الكلمة هنا كفعل مساعد في المضارع التام. ترجمة العبارة هذه انه انا رأيت هذا الفيلم من قبل. طيب خلونا ناخذ القاعدة هذه كيف تركيبها. لاحظ هنا انا كاتب عندك s plus have or has plus v3. ايش يعني هذا الكلام؟ معناته الاس تعني subject اللي هو الفاعل، بعدين روح تاخذ يا اما have او has على حسب الفاعل. ايش كان الفاعل راح تحدد واحد منهم، يعتمد. اوكي، طيب بعدين عندك verb 3. verb 3 يعني التصريف الثالث. عندنا في اللغة الإنجليزية 3 تصاريف: تصريف أول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. فمع هذه القاعدة لازم نستخدم التصريف رقم 3. alright. طيب حناخذ الآن حنطبق هذه القاعدة. القاعدة هذه لازم تحفظونها زي اسمكم، مهمة جدا. اوكي، كلمة I هنا السبجكت اللي هو I الفاعل، أنا الفاعل. يلا روح اللي بعده. استخدم كلمة have، ما أخذ كلمة has. ليش؟ لأنه الآي ينفع ناخذ معها have، بس أنا بعطيكم يعني طريقة أسهل. أوكي، في 3 أشياء أو 3 ضمائر تاخذ الهاز، ما عدا ذلك خلاص have. إيش هي هذيك 3 ضمائر؟ it وشي وهي. مرة ثانية، it وشي وهي. إذا شفت الفاعل أحد هذه الضمائر أو ما ينوب عنها. ليش أنا قلت ما ينوب عنها؟ لأن أنا ممكن ما أقول هي، ممكن أقول محمد. هي يعني هو، فما أقول هي، أقول محمد. طيب ممكن ما أقول شي، ممكن أقول سارة، أقول فاطمة. طيب يمكن ما أقول it، ما ينوب عنه. إيش اللي ينوب عنه؟ الاسم، يا إما ضمير يا إما ما ينوب عنه كاسم. زي مثلا it طبعا لغير العاقل، يعني لو مثلا جبت حيوان، القطة، الطائر، على كل حال ما ينوب عنه. زي مثلا، طيب أنا الآن هنا أنا إيش قلت؟ قلت I، ما قلت هي ولا شي ولا it. إذن خلاص حتاخد have مباشرة. هذه هي القاعدة. طيب I have seen التصريف الثالث. seen إيش تصريفها الأول؟ C S double E. التصريف الثاني saw S A W. التصريف الثالث seen. فأنا هنا حولتها للتصريف الثالث I have seen. طيب بعدين نكمل الجملة. that movie before. أنا رأيت هذا الفيلم من قبل، أو شاهدت هذا الفيلم من قبل. كذا راح أقدر أستخدم هذا الزمن أو هذا الاستخدام بهذه القاعدة.
طيب ناخذ مثالين زيادة. سارة has traveled by plane. سارة has traveled by plane. قلنا سارة اللي هو السبجكت، بعدين has. ليش قلنا has؟ لأنه سارة أصلا she. أوكي، سارة has traveled by plane. اللي بعده، قبل ما نخش في اللي بعده، traveled اللي هو التصريف الثالث من كلمة travel. travel التصريف الأول، التصريف الثاني traveled ed، والتصريف الثالث traveled ed برضو. بعدين نكمل الجملة by plane. طيب نروح ناخذ مثال غيره. they اللي هو السبجكت اللي هم، أو ممكن ما ينوب عنهم، محمد and عبد الله. هم محمد and عبد الله have. ليش قلنا have؟ لأنه إحنا أعطيناكم 3 ضمائر، إذا ما شفتوها ما حتاخذ has، حتاخذ have. فنقول they have attended يعني حضروا الاجتماع. they have attended the meeting. حضروا الاجتماع. attended التصريف الثالث من كلمة attend تصريف أول، attend التصريف الثاني، attended التصريف الثاني، attended التصريف الثالث. أوكي، طيب في هذا الاستخدام، يعني استخدامي لهذا الغرض، إيش يعني؟ أو يدل على إيش؟ أكيد في دلالة، يدل على الخبرة أو التجربة. يعني أنت سبق لك أنك شفت هذا الفيلم من قبل، واضح؟ طيب مثال، أنا سافرت بالطيارة من قبل. سارة قد سافرت يعني بالطيارة، يعني قد خاضت التجربة، يعني مرت عليها تجربة السفر عن طريق الطائرة. طيب they have attended the meeting، هم حضروا الاجتماع، يعني هم قد حضروا الاجتماع. وملاحظة مهمة جدا 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 عند الاستخدام هذا، ما ينفع نحدد فترة زمنية أبدا. غلط انه تقول yesterday an hour ago، يعني last night، ما ينفع. هذا مع did بس. يلا خش في اللي بعده. did يستخدم كفعل مساعد. ايش هذا؟ يستخدم كفعل مساعد في الماضي البسيط للسؤال او النفي او التأكيد. اوكي، طيب حناخذ مثال. did you go to school yesterday؟ استخدمناه كفعل مساعد في الماضي للسؤال أو النفي أو التأكيد. did you go to school yesterday؟ يعني هنا استخدمناه كفعل مساعد في الماضي. هل ذهبت للمدرسة أمس؟ لاحظوا كلمة yesterday حددنا فترة زمنية. did لابد تحدد الفترة الزمنية، يعني هي مربوطة بزمن محدد، له تاريخ صلاحية، له تاريخ انتهاء. ضيقة، يعني هذه الكلمة ضيقة. لكن have لا، عكس، أشمل وأوسع وأكبر. أوكي، طيب I did not understand the lesson، أنا لم أفهم الدرس. استخدمناه هنا في النفي. طبعا اللي فوق كسؤال، وتحت كنفي. I did not understand the lesson، أنا لم أفهم الدرس. طيب فعل رئيسي، he did his homework. هنا الفعل الرئيسي. طيب الاستخدام الثاني، يستخدم كفعل رئيسي بمعنى فعل، لكنه نادر الاستخدام بهذه الطريقة. he did his homework، إنه هو قام بحل الواجب أو فعل الواجب. he did his homework يعني شيء صار وانتهى، سواء yesterday قبل ساعة. صح إنه هنا ما كتب الوقت، لكن شيء انتهى وخلص، له فترة زمنية، له تاريخ صلاحية، ما ينفع بعدين يعني نستخدم have في هذا الزمن. طيب نيجي الآن للفرق. قبل ما يعني نعطيكم الفرق. have يستخدم الأزمنة التامة أو بمعنى يمتلك. حلو، يستخدم كفعل مساعد في الماضي البسيط، ورنا لكم مثال.
أو كفعل رئيسي. أخذنا لكم فعل مساعد اللي هو السؤال. الفعل الرئيسي he did his homework، تمام، أو I did not understand، كنفي. طيب الآن في آخر استخدام حنشرحه، وبعد كذا نختم هذا الفيديو. بس ضروري تفهمون الآن هذا الاستخدام. أصلا الغرض من إنشاء هذا الفيديو هو هذا الاستخدام اللي الآن بشرحه. يعني قبل شوية كنا نسخن، نحلي يعني على وجبة خفيفة، الآن وجبة دسمة. فركزوا عشان تفهمون الاستخدام هذا اللي أنا أصلا نزلت الفيديو عشانه. I didn't finish solving the exam questions. أنا لم أنتهي من حل أسئلة الاختبار. حلو، نخش على اللي بعده. I haven't finished solving the exam questions. أنا لم أنتهي من حل أسئلة الاختبار. الحين بيجيني هذاك الطالب ويقول لي يستو، كلها نفس المعنى يستو. تضحك علينا أنت عشان ما نعرف إنجليزي؟ لا والله، يختلف المعنى واحد، لكن حرفيا المعنى واحد، لكن مجازيا المعنى مختلف تماما. طيب راح أعطيكم الآن الفرق. I didn't finish solving the exam questions. أنا لم أنتهي من حل أسئلة الاختبار وخلاص الوقت خلص، ما ينفع أحل عشان المدرس أخذ الورقة لأي سبب كان، يعني إنه المهم خلاص ما أقدر أحل أنا. الوقت فات، الوقت خلص، لأنه كلمة didn't كلمة اختصار لكلمة did not. المهم إنه did لها تاريخ صلاحية، الوقت خلص، ما يمدي أحل أسئلة اختبار. روح اللي بعده. I haven't finished solving the exam question. إنه أنا ما انتهيت من حل أسئلة الاختبار، بس أنا ماني مقيد بوقت، الوقت مفتوح أوسع، ممكن أحلها بعد ساعة، بعد ساعتين، لسه عندي فرصة. فأنت لما تكون قبل ما تستخدم واحدة منهم، شوف أنت الوقت اللي معاك، عندك وقت في سماحية تقول تستخدم have، ما في سماحية خلص الوقت انتهى تقول didn't. أوكي، يلا ناخذ الآن أمثلة عشان توضح الصورة. إليك بعض الأمثلة المشابهة مع توضيح الفرق في الاستخدام. الماضي البسيط اللي هو past simple باستخدام did. I didn't call my friend yesterday. أنا لم أتصل بصديقي بالأمس. لاحظوا كلمة yesterday ضيقها أو ربطها بالزمن، فترة زمنية. يلا ناخذ الآن المثال الأول من كلمة have، المضارع التام present perfect باستخدام have. I haven't called my friend yet. أنا لم أتصل بصديقي بعد. طب كلها نفس المعنى؟ لا، مو نفس المعنى. هذيك yesterday وهذه لسه ما اتصلت بصديقي، بس ممكن أتصل عليه بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بكرة، ماني محدود بزمن. لكن didn't خلاص اليوم خلص اللي هو أمس yesterday، ما اتصلت بصديقي، كانت عندي فرصة وما اتصلت. ايش الاسباب؟ الله اعلم، المهم كان عندي فترة زمنية وخلصت. خش على المثال الثاني. She didn't complete her homework on time. انه هي ما كملت واجبها في الوقت المحدد. لاحظ كلمة on time، في الوقت، كان عندها وقت تحل الهومورك، لكن هي ما حلت الهومورك، خلاص خلصت الفترة الزمنية، معناته الدكتور ما يقبل هوموركس، رفض، المهم اي سبب كان الفترة الزمنية خلصت. طيب ناخذ المثال الثاني في كلمة have. She hasn't completed her homework. انه هي ما كملت واجبها وبس وسكت، ما حط فترة زمنية، معناته في فرصة، في وقت. ما كملت واجبها ممكن بعد ساعة، بعد بكرة، المهم. They didn't go to the party last night. ما ذهبوا للحفلة الليلة الماضية. اوكي، فترة زمنية محدودة last night. They haven't gone to the party. انه هم ما راحوا للبارتي، ممكن يروح بكرة، ممكن يروح بعده، زي كده. فما في فترة محددة.
ناخذ ملاحظة هنا: يستخدم الماضي المنتهي بوضوح غالبا مع كلمات تدل على الزمن. yesterday, last night, ago. يستخدم الأحداث غير المحددة زمنيا أو التي لا تزال مرتبطة بالحاضر أو عند الاستخدام yet, already. وبس، وكذا خلصنا درس يا جماعة. ترى جالسين نتعب والله، نتعب عشانكم ونوصل لكم المعلومة، فكثروا من اللايكات والاشتراكات والشيرات. اليوم ما عندنا حق العشاء، يمكن نتعشى يمكن ما نتعشى. إذا كثرتوا لايكات راح نتعشى ونتمشى. ما في لايكات ولا اشتراكات ولا تعليقات معناته نومة بدون عشوة. وبس. I'll see you guys later.